القرار لأنه كان قرار حقيقة غير منصف، غير عادل، وكان منحاز كلية لطرح واحد على حساب الطرح الثاني. طيب، تحدثتم على هذا القرار. سيد وزير الدولة، كيف تقيمون مضمون القرار الذي اعتمده مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية؟ أنا قلت منذ حين ما هي الأهداف المغربية وما هو الحال اليوم بعد تبني القرار. أولا، البعثة الأممية لم يتم حلها ولم يتم تفكيكها، ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل على العكس كان المشروع الأولي يتكلم على 3 أشهر كمدة إضافية منحت للبعثة. الآن المهلة أصبحت سنة، يعني تجديد عادي كما كان الحال في السابق. ثانيا، الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية، هذا كذلك لم ينجح المغرب في فرضه، بل أصبح اللائحة النهائية تتكلم على الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى، ولا سيما البديل المطروح من طرف الصحراويين. فبالتالي اللعبة السياسية واللعبة الدبلوماسية أصبحت مفتوحة، فيه من جهة مقترح الحكم الذاتي، وفيه من جهة أخرى حلول بديلة طرحت من الطرف الثاني وهي لا تزال على الطاولة. الحكم الذاتي كان في إطاره يطلب المغرب أن ينظم في إطاره حق تقرير المصير، ممارسة حق تقرير المصير. الآن تم فك الارتباط الذي أراده المغرب بين الحكم الذاتي وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، واصبح تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية، طبقا للقانون الدولي، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وطبقا للائحة 15/14 المنظمة لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. رابعا، فيما يخص الثوابت أو الركائز للمفاوضات، أطراف النزاع حددت، البوليزاريو منصوص عليه، الشعب الصحراوي شعب صحراوي منصوص عليه في اللائحة، وبالتالي طرفي النزاع ضمنيا تم تحديدهما. وبهذا الخصوص اللبس الذي كان يريد تاريخيا المغرب إدخاله بأن النزاع هو نزاع مغربي جزائري أصبح غير وارد نهائيا فيما يخص هذه اللائحة. يعني الجزائر ليس طرفا في ولم تكن أبدا. نعم. طيب سيد وزير